السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الدرس التاني من سلسله تعليم الكروشيه من الصفر لحد الاحتراف. لو انت النهارده معانا يلا مستنيه ايه؟ تعالي هاتي ادواتك وتعالي اتعلمي معانا. قلنا في الدرس اللي فات ايه هي الادوات المستخدمه انت كمبتدئه. هتجيبي ابره مقاس 4، ابره كروشيه مقاس 4 عشان تكون سهله معاكي في الشغل، وخيط سميك يكون سميك بالشكل دون، او ممكن تجيبي كمان حاجة أتخن من كده، يكون تخين شوية عن كده. دون خيط إليزا باكت. طبعا خيط إليزا من أنظف أنواع الخيوط. طيب هتحتاجي ايه تاني؟ هنحتاج مقص للتنظيف، احنا مش هنستخدمه دلوقتي بس بنحتاجه في شغلنا. طيب يلا نبدأ مع بعض. أنا ياسمين ودي قناتي لتعليم الكروشيه. طيب احنا النهارده الدرس اللي فات احنا خدنا ازاي نمسك الابره، وازاي نمسك الخيط ولفه الخيط على ايديكي، وقلتلك ممكن تلفيها بطريقتين، والطريقه الاسهل ليكي ممكن ان انتي تستخدميها. طيب احنا النهارده خدنا في الدرس اللي فات عقده البدايه وشرحنا ازاي نعملها، و اديتها لكم بطريقتين. قلت لكم ممكن تعمليها بطريقتين. اول طريقه ان انتي تلفي الخيط على ايديكي بالشكل دون، وتسحبي اللفة التانية من تحت اللفة الأولى بالإبرة بالشكل دون، هتطلع معاكي عقدة البداية. أو الطريقة التانية إن انتي تلفيها أكنك هتعملي عقدة بالشكل دون، وبرضو هتدخلي الخيط المتصل بالبقرة من تحت كده اهو بالشكل ده، برضو هتطلع معاكم عقدة البداية. طيب احنا النهاردة هناخد في الدرس بتاع النهاردة ازاي نعمل سلسلة اللي هي بنبني عليها اي قطعة كروشيه بتتعمل، مثلا زي المفرش دون، او الشال، او لو هتعملي شنطة، او لو هتعملي ايس كيت. طيب في طبعا اشغال تانية كتيرة ممكن تعمليها، لازم بتحتاج السلسلة في البداية. في اشغال تانية بتحتاج ان انت تعمليها بدايرة سحرية وبيكون جواها الشغل، لو هو سواء هو بتعملي عمود او بتعملي غرزة حشو داخل السلسلة، داخل الدايرة السحرية. طيب احنا النهاردة هناخد ازاي نعمل السلسلة، وقلت لكم هنعرف شكل كل غرزة بتبقى في الباترون بيكون شكلها عامل ازاي. طيب غرزة السلسلة بتبقى في الباترون المكتوب، او لو هو يعني انت جايبه باترون مرسوم، مثلا باترون مفرش دون مرسوم وبيبقى راسم لك الغرز. غرزه السلسله بيبقى شكلها عامل كده هون، بيبقى عامل زي الدايره كده هون، بيبقى هو ده شكلها في الباترون. وطبعا بيديكي في الباترون برضو في بدايه الشغل، بيبقى بيديكي جنب البدايه كده هون، بيبقى بيديكي شكل مثلث كده مقلوب بالشكل دون. المثلث دون معناه ان هنا دي البداية بتاعة القطعة اللي انتي هتشتغليها، يعني دي البداية. تمام كده، يبقى غرزة السلسلة بيبقى شكلها عامل كده اهو في الباترون، وبيبقى جنبها طبعا مش كل الباترونات بيبقى جنبها العلامة دي، بس معظم الباترونات الامريكية بيبقى، او الباترونات الاسبانية بيبقى جنبها العلامة بتاعة البداية دي، وبيبقى مكتوب هنا في الباترون الاختصارات او الغرز المستخدمه في الباترون اللي انت حابه تعمليه يعني. طيب احنا النهارده هنعمل طبعا عقده البدايه بالشكل ده اهي، وهندخلها في الابره. وطبعا قلنا نسحب الفتله اللي هي متصله بالبقره كده، وقلنا كمان ما نشدهاش قوي، ما تبقاش مشدوده على الابره. طيب قلنا ما تبقاش مشدوده على الابره ليه؟ عشان هنلف. طبعا قلت لكم برضو طريقه لف الخيط، طريقه لف الخيط على ايديكي بالطريقه اللي تريحك. انا بلفه بالطريقه دي، وبمسك طرف الخيط التاني بصباعي كده. طيب وبنلف، بناخد الابره بيبقى اتجاهها لينا، اتجاه راس الابره لينا، وبنلف الابره على الخيط وبنسحب من عقده البدايه
كده. عشان كده قلتلكوا عقدة البداية او اي حلقة على الابرة بتاعة الكروشيه ما تكونش ضيقة قوي، عشان تقدري تسحبي منها. لو هي ضيقة قوي مش هتقدري تخرجي منها الخيط. طيب عشان تقدري تخرجي الخيط لازم الحلقة تبقى ما تبقاش ضيقة على الابرة بالشكل ده. ونلف الخيط ونسحب ونخرج من الابرة، ونلف الخيط على الابرة ونسحب نخرج من الحلقة بالشكل ده، ونلف تاني الخيط على الابرة ونسحب ونخرج من الحلقة بالشكل ده. هتلاحظي اتكون معاكي اهون الشكل ده، شكل السلاسل بالشكل دون. يبقى مديكي شكل عامل زي الضفيرة بالشكل ده اهو. وهتلفي الخيط تاني وتسحبي بالشكل ده. طبعا هي معاكي هتحسيها في الاول مش ظابطه معاكي، بس ده حاجه عاديه لان انتي لسه بتتعلمي. هتلاقي معاكي حلقه طلعت واسعه قوي وحلقه طلعت ضيقه قوي، فانتي مع الاستمراريه ومع التكرار ان انتي تفكي عادي جدا، ان انتي تفكي الشغل بتاعك من الاول تبدأي تاني بالشكل ده، وان انتي تحاولي مرة واتنين وتلاتة ان هي تطلع مظبوطة معاكي. هتلاقيها في الاخر طلعت مظبوطة معاكي بالشكل ده اهون. تلفي وتسحبي الخيط بالشكل ده، وتلفي وتسحبي الخيط بالشكل ده، تلفي كمان مرة وتسحبي الخيط بالشكل ده. طبعا وقلنا اهم حاجة في شغل الكروشيه ان انتي ايدك ما تبقاش مشدودة بالخيط. طيب ده كان درس النهارده، يا رب اكون افدتكم وقادره يعني قادره ان انا اشرح لكم بطريقه بسيطه، وتكوني يعني تستوعبي مني المعلومه. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لي لايك حلو منك، وسيبولي تعليقاتكم في التعليقات. ولو عندك اي سؤال ممكن تسيبهولي في التعليقات وانا ارد عليكي. ولو حابه ان انتي تبعتيلي اي كومنت، يعني تساليني على اي حاجه، انا تحت امركم. وده كان درس النهارده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.